ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا بما من قناه بشعر لو اول مره بتشوفوني يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو عشان عائلتنا تكبر. النهارده طبعا حبيت اعمل فيديو بعد غياب طويل. بعتذر لكم جدا جدا على التاخير 13 يوم تقريبا. فانا عشان كان عندي امتحانات ميد ترم وعندي امتحانات والله، فانا كل تقريبا يوم جمعه بمتحن درجه يوم الجمعه، يعني بنمتحن فيه في البيت يعني. فاعذروني بجد جدا. فانا اول ما صحيت حبيت ان انا انزل الفيديو انا كنت مصوراه بقالي تقريبا اسبوع، بس عشان مش عارفه منتجه عشان ما فيش وقت، فقلت منتجه النهارده وانزله يعني، ورب ان شاء الله يعجبكم الفيديو. حبيت اتكلم عن ثانويه عامه في شهر 11 والطلبه المفروض يعملوا ايه، وايه اهم النصايح اللي تعملوها علشان تقدروا ان انتوا تعدوا المرحله دي. يعني المرحله دي مهمه جدا، شهر 11 وشهر 12 مهمين جدا 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 قبل ما تخشوا على الترم التاني، لان هما بيبقى انتوا خدتوا خلاص كميه كبيره جدا من المواد، فخدتوا كمية كبيرة جدا من المواد والدروس، فلازم تذاكروها وترجعوا عليها، فدي حاجة مهمة جدا. يبقى أول نصيحة معانا هي إن أنت في شهر 11 تحاول تلم كل اللي فات من المتراكمات ليك أو الدروس اللي أنت ما ذاكرتهاش أو حاسس إن أنت واقع فيها. فدي حاجة مهمة جدا في شهر 11 وشهر 12. يا ريت تعمل الخريطة ديت أو الخطة ديت. شهر 11 وشهر 12 تراجع القديم وتذاكر الجديد عشان يبقى انت عندك المعلومات بتاعه الدروس كلها حاضره في ذهنك. تاني جدا والثقه بالنفس، فدايما كده حط في دماغكم ان مش امتحان في سنتر مثلا او في امتحان اونلاين هو اللي يقلل من ثقتي في نفسي. غلطت كتير، احاول واحل تاني واجرب تاني، مش هيحصل اي حاجه لو يعني ذاكرت اكتر وحليت اكتر. على فكره ان انا مثلا ان اي طالب بيغلط كتير في الامتحان، هي مشكله بتبقى مثلا نقص في الحل شويه، فالحل بتاعها ان انا احل كتير على الدرس اللي خدته واللي انا حاسس ان انا مش فاهمه كويس، عشان ابقى فاهمه عليه جامد. بالذات الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا محتاجين حل كتير قوي قوي قوي، والانجليزي كمان. فدي النصيحه التانية، حاولوا تحلوا كتير الفتره دي جامد يعني عشان تقدروا تلموا كل اللي فاتكم. النصيحة بقى التالتة هي انتوا تبدأوا، يعني انا عايزة بس اقول ان الطلبة كتير قوي بتعتمد على ان هي تروح السنتر او تروح الدرس وخلاص. طالما انا خدت الدرس يبقى انا كده ذاكرت واعتم، يعني خلاص كده انا كويس. لا، انت لازم تعتمد على نفسك. الاعتماد على النفس حاجة مهمة جدا، فلازم مهما كنت بتاخد سنتر او تروح درس في سنتر لازم تذاكر مع نفسك جامد، لان لو المدرس هيديك مثلا 50%، فانت مفروض تذاكر او تجتهد بنسبة 50% التانية عشان تبدأ يبقى عندك يعني 100% فاهم الدنيا ماشية ازاي. فالاعتماد على النفس في المذاكرة، ومش مجرد انت رحت درس او رحت مثلا او بتذاكر اونلاين فيعني فكده خلاص. لا لا، لازم تذاكر وتجتهد مع نفسك وتحاول تبحث عن المعلومة وتدور عليها، علشان حاجة مهمة جدا. يعني انا كنت بعمل كده، انا كنت بحاول ان انا اعرف معلومات اكتر عن الدرس اللي انا باخده، خاصة في الجيولوجيا والاحياء والكيمياء يعني. دي النصيحة التالتة. النصيحة بقى الرابعة، البعد عن السوشيال ميديا بأي طريقة. ابعدوا عن التيك توك والكواي والفيسبوك والسناب شات. انا بصراحة كنت في ثالثة ثانوي كنت قافلة التطبيقات دي كلها. كنت خافيها من التليفون بتاعي عشان انا ما افتحهاش خالص، فدي حاجة مهمة جدا. يعني انا ما كنتش بفتح فيس خالص، انا كده كده ما عنديش اساسا تيك توك ولا كواي، فما كنتش بفتح فيسبوك ولا سناب شات ولا اي حاجه خالص تشتتني، علشان دي حاجه مهمه جدا. انا يعني انت لو قعدت تتفرج على الفيسبوك كل يوم او كده هيبقى ده تشتت. فاي سوشيال ميديا اي تلفزيون نبعد عنه خالص علشان ما يشتتناش، عشان الفتره دي بتبقى فتره محتاجه تركيز جامد جدا. فتره الثانويه العامه محتاجه تركيز. ناجل اي سوشيال ميديا بعد الثانويه العامه. النصيحة بقى الخامسة هي عدم الندم. ما تندمش على اي حاجة عملتها في حياتك. يعني انت مثلا تندمش على ان انت رحت مثلا وامتحنت وغلطت كتير، لا، اتعلم من اخطائك. ما تندمش على اي حاجة انت حاسس ان انت مش جايب فيها تارجت كويس، لا، حاول ان انت تحسن من نفسك فيها. فالاخطاء بتخلينا نركز على الحاجة اللي احنا مش فاهمينها كويس ونركز فيها اكتر، بدل ما اغلط في السؤال ده في اخر السنة، في امتحانات اخر السنة، اغلطه في امتحانات سنتر، اغلطه في امتحانات اونلاين، اتعلم من الاخطاء بتاعتي ديت. عشان كده الامتحانات مهمة. الامتحانات مش مجرد ان هي تزعلني وتخليني اكتئب وتخليني مثلا ازعل جامد او احس ان انا خلاص مش هوصل لحلمي، لا، بتخليني اركز على الحاجات اللي انا غلطت فيها. فدي هي اهمية الامتحانات. تالت حاجة بقى كنت عايزة اتكلم عنها او سادس حاجة معلش، هي
الاكتئاب والناس اللي بتخش طبعا في حالة حزن كتير وتحس ان خلاص ان هي مش هتجيب حاجة وان هي مستواها مش كويس ومش هتوصل لحلمها. والله في ناس كتير بدأت متأخر وحست الاحساس دوت، بس في الاخر اجتهدوا اكتر وتعبوا اكتر وذاكروا اكتر. والثقة ليه؟ الثقة في نفسكم بالذات، عشان الثقة بالنفس هي اللي بتخلي الانسان يقدر ان هو يتعايش مع اي ظروف ويتعايش مع اي مثلا ضغوط نفسية وتعايش مع مثلا اي مشاكل في حياته. فلازم يبقى عندكم الثقة بالنفس وعندكم الارادة والعزيمة ان انتوا تكملوا، وان شاء الله تكملوا وتحققوا كل احلامكم باذن الله. ففترة وان شاء الله هتعدي على خير، بس اهم حاجة خلوها كده فترة فيها جد وفيها عزيمة واصرار، وان شاء الله ربنا يوفقكم في كل اللي انتوا عايزينه وتحققوا كل احلامكم باذن الله. النصيحة بقى المهمة برضو جامد في الثانوية العامة وفي الحياة عموما هي الدعاء كتير قوي لربنا. بجد الدعاء بيغير حاجات كتير قوي، وبيزود العلاقة بتاعت العبد وربه، وبيزود اليقين والثقة بالله. الدعاء ممكن يغير حاجات كتيرة جدا. لو انت مش مذاكر كويس او حاسس ان انت خايف من مادة معينة او خايف من حاجة معينة، ادعي ربنا كتير قوي ان هي تعدي على خير، وكل الفترة دي تعدي على خير وتحقق حلمك. بجد ربنا بيغير يعني ممكن يغير اقدار بسبب الدعاء. فالدعاء حاجة مهمة جدا جدا، والثقة بالله. فكل ما تثق بربنا اكتر كل ما تحس ان انت خلاص مطمن وحاسس كده ان مفيش حاجة مخوفاك، لان انت واثق بربنا. واللي بيثق بربنا عمره ابدا ما يخيب ظنه بصراحة. فالدعاء والثقة بالله حاجة مهمة جدا جدا في حياتك عموما، مش في ثانوية عامة بس. فأي حاجة عايزين تعملوها في حياتكم نفسكم تكمل وتكملوا مثلا حاجة معينة أو توصلوا لحاجة معينة، ادعوا كتير قوي يعني. النصايح دي طبعا انا كان عن تجربة، لان كنت سنة فاتت ثانوية عامة. فحاجات كتير انا يعني كنت بعملها من النصايح ديت، وفي حاجات تانية ما كنتش عارفاها او ما كنتش بعملها قوي قوي. ويعني عرفت بقى يعني ايه هي النصايح اللي ممكن بجد تفيد اي طالب ثانوية. ربنا يعينكم ان شاء الله الفترة دي تعدي على خير وتحققوا كل احلامكم. ما تنسونش بقى طبعا في لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامة.